الله تعالى وضع في حياة فقير حطاب امتحانا بحيث نهايته أدهشت الجميع. هيا نرى كيف هذا الإنسان العادي يغير قدره عبر شجاعته، صبره وخيره. قصة من أيام قديمة حين كان الناس يعيشون حياة بسيطة في قرية صغيرة. كان يعيش حطاب فقير مع زوجته، طفل صغير وحمار. كانت حياته بسيطة لكنها مليئة بالعمل والصدق. كل صباح قبل شروق الشمس كان يحمل فأسه، يمسك حبل الحمار ويتجه نحو الغابة. عند وصوله إلى الغابة كان يقطع الأغصان الجافة والأخشاب، يحملها على ظهر الحمار ويسير ببطء نحو المدينة. عند وصوله إلى المدينة كان يبيع الأخشاب، وما يكسبه القليل يشعل به موقد منزله. في حياته لم يكن هناك رفاهية ولا مال، لكن قلبه كان ممتلئا بطمأنينة العمل وحب أسرته. في المنزل لم يكن هناك شيء خاص للطعام، لكن حطاب لم يكن يشكو على الإطلاق. كان دائما يقول لصبا: الله ما أعطى فيه بركة. كانت صبا أيضا امرأة صابرة وتشكر رغم الضيق. في صباح أحد الأيام كعادته خرج حطاب مع فأسه وحماره نحو الغابة. ظل يقطع الأخشاب منذ الصباح بلا توقف، وعندما اقترب غروب الشمس جمع الأخشاب المقطوعة وبدأ يحملها على الحمار ليبيعها في المدينة ويجلب بعض المؤن لأهل بيته. كان على وشك الانطلاق حين وقع بصره على رجل مسن جدا يسير ببطء في طريق الغابة. كان ظهره منحنيا وتنفسه ثقيلا، ووجهه يظهر عليه تعب شديد ومرض واضح. كان يبدو كما لو أن خطوة أخرى ستكون صعبة عليه جدا. شعر حطاب بالشفقة على هذا الحال. ذهب فورا إليه وقال بلطف: يا جدي، ماذا تفعل